3 حاجات اوعى تعملهم لو مراتك طلبت منك الطلاق. انا شيماء مصطفى، ميتا لايف كوتش وسيستميك كونستليشنز فاسيليتيتور. اول حاجه اوعى تعملها ان انت تثور وتزعق وتفقد اعصابك وتفضل تلومها وتعايرها بكل قرش انت صرفته عليها. كانت مراتك على فكره، فطبيعي ان انت تبقى متكفل بيها. تاني حاجه انك تهددها بولادها، هاخد منك الولاد، خلاص عايزه اطلقك، اتطلقي غوري في 60 داهيه، بس ولادك مش هتشوفيهم تاني. اوعى تعمل ده. والحاجه الثالثه بقى ان انت تهددها ان ماشي خلاص عايزه تطلقي، اوكي اعتبريني مش في البيت، هاخد هدومي وهمشي، يشوفي بقى مين اللي هيصرف عليك انت وعيالك. ارجوك بلاش. الطرق دي بتكسر حاجه بينكم الى الابد، وبتخليك كمان تشيل ذنب كبير. خلي بالك انه في الاخر حتى لو بالفعل حصل طلاق، فانتوا هتفضلوا دايما ام واب للاطفال دول. دي نقطه. النقطه الثانيه، الست عمرها ما بتطلب الطلاق الا لما بيكون فعلا خلاص فاض بيها، جربت كل الطرق اللي جت على بالها واللي ما جاتش على بالها والنصايح وكل حاجه، ومفيش حاجه برضو شغاله. فقبل ما تبدا تلوم عليها هي، بص لنفسك، مش يمكن الطلب بتاعها ده اللي جه فجر الدنيا، يكون في وراه اصلاح لو انت وربت بس باب قلبك وحكمت عقلك وهديت كده شويه.